خلال القمة المقبلة على مستوى رئاسة حكومتي الرباط ومدريد تحديد تاريخ لتنازل إسبانيا عن مراقبة أجواء صحراء المغرب، إذ رغم خروجها من المنطقة منذ منتصف السبعينات ما زالت هي المشرفة الرسمية على الأجواء. ويجري الحديث عن القمة على مستوى رئاسة حكومتي البلدين، لكن لم يتم تحديد تاريخ لها رغم المصالحة بين البلدين. ويجري الحديث عن نهاية يناير أو بداية فبراير المقبلين. ويفترض عقد الرباط ومدريد قمة على مستوى رئاسة حكومتي البلدين كل سنة، إلا أنها لم تعقد منذ سنوات بسبب المشاكل. وتفيد صحافة إسبانيا بأن المغرب يرغب خلال القمة المقبلة معالجة مشكلة الحدود في البحر والجو المعلقة ما بين منطقة الصحراء وجزر الكنارية. ورغم عدم وجود اتفاق رسمي في هذا الأمر، إن البلدين يعتمدان على ما يسمى خطا وسطيا، وهي نقطة الوسط بين ضفتي كل طرف منهما. وارتفع الحديث عن الحدود، وتسبب في أكثر من مشكل بسبب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط وموارد طبيعية أخرى من المعادن النادرة. والشيء الغير المفهوم هو استمرار إسبانيا التحكم في أجواء الصحراء، فهي التي تمنح الترخيص لكل الطائرات التي تطير نحو أجواء هذه المنطقة أو داخلها، بما في ذلك الطائرات الجيش المغربي. وعندما غادرت إسبانيا منطقة الصحراء بموجب اتفاق مدريد الموقع خلال نوفمبر 1975، احتفظت بإدارة الجو في الصحراء وبعمليات الإنقاذ البحري في مياه الصحراء. وإذا كانت قد تخلت عن الإنقاذ البحري نسبيا للمغرب، فهي تستمر في الحفاظ على مراقبة الأجواء. وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد أعطت مهمة مراقبة الأجواء إلى إسبانيا في صحراء المغرب، وخدمة معلومات الطيران والتنبيه في الأربعينيات من القرن الماضي. وتتوفر إسبانيا حاليا في التقسيم الدولي على 4 مناطق لخدمة معلومات الطيران، وهي مناطق برشلونة ومدريد واشبيلية، بينما الرابعة هي جزر الكناري. وكان قسم الطيران في جزر الكناري هو الذي أصدر السنة الفائتة تحذيرا للملاحة الدولية بتفادي المرور من الصحراء والحذر نتيجة المناوشات العسكرية بين المغرب وجبهة